بينما أنت جالس حاليًا تتصفح على الفيسبوك، هناك فرعون مصري جديد يدعى عمر مرموش، قام بتسجيل أول هاتريك له أمام واحد من أقوى فرق العالم، وفي أقوى دوري في العالم. عمر مرموش الفرعون الصغير يتربع على الدوري الإنجليزي. اسمع التفاصيل بعد الفاصل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. قصة عمر مرموش، التفاصيل الكاملة في هذا التقرير. في 19 إبريل 2017 كان عمر مرموش الشاب البالغ من العمر 18 عاما يسجل أول أهدافه في الدوري المصري مع فريق وادي دجلة في شباك فريق الشرقية. وبينما كانت فرحته تغمر الملعب كان يركض بكل عفوية وكأنه يطير من السعادة، مشهد لا ينسى. واليوم في 15 فبراير 2025 عاد هذا الفتى النابض بالأمل والطموح ليصنع التاريخ مجددا، ولكن هذه المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 8 سنوات من الجهد المستمر. إنه الفرعون الصغير عمر مرموش. سجل مرموش هدفه الأول مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل. ليس هذا وحسب، بل سجل هاتريك في الدقيقة 33 فقط ليسجل اسمه كأسرع هاتريك للاعب عربي في تاريخ الدوري الإنجليزي. في تلك اللحظة قال مرموش: اليوم أحسست أنني وصلت إلى مانشستر سيتي. كل التعب الذي عشته طوال حياتي بدأ في جني ثماره اليوم. وها هي تلك اللحظة الذهبية التي تزيد تاريخ هذا الشاب، لحظة تجسد كل الجهد والتعب والتفاني في العمل. جعلت من حلمه واقعا مريرا لكنها ممتلئة باللذة في النهاية. 8 سنوات من الكفاح، من التحديات والمصاعب، من التضحيات التي لا تعد ولا تحصى، من التدريبات الشاقة والالتزام المطلق. لتلك السنوات كانت مليئة بالعناء، لكنها كانت أيضا هي الطريق الذي أوصله إلى القمة. كل قطرة عرق وكل لحظة صبر كانت تشكل جزءا من هذا النجاح العظيم. اليوم أصبح مرموش رمزا للإرادة والمثابرة، وحلما تحقق به كل تفاصيله. حكاية من قصص النجاحات التي تكتب بحروف من ذهب. إنه الفرعون الصغير المصري عمر مرموش. ألف تحية وألف سلام لعمر مرموش.